السلام عليكم خوتنا، ان شاء الله راكم بخير. السؤال اللي يطرح نفسه بإلحاح: علاش رايان ايت نوري فوت الموسم اللي فات مع مانشستر سيتي بدون ما يسجل حتى هدف؟ واليوم رانا نشوفوا فيه يبصم على التهديف في زوج مواجهات متتالية. اروح وتشوف ندرت شو نحلوا على هذه النقطة بالتفصيل. صح، نبدو بتغيير نهج تكتيكي والتموقع الجديد. ايت نوري لقى روحه اخيرا مع افكار تكتيكيه جديده مختلفه تماما قام بتطبيقها المدرب انزو مارسيكا. هذا الأخير قرر يغير له المنصب المعتاد ويقتنع بقدراته في دور وسط الجناح ضمن رسم تكتيكي يميل للكاتكادو. هذا التغيير الجوهري منح ريان حرية كبيرة للتقدم وسمح له بالتركيز على المهام الهجومية وتقديم الإضافة في الثلث الأخير مع تخفيف الأعباء والالتزامات الدفاعية اللي كانت تقيد الحركة تاعه سابقا مع غوارديولا. النقطة الزوجة هي مدى استمرارية الاعتماد عليه في هذا المنصب. هل راح يواصل المدرب مارسيكا المراهنة عليه في نفس هذا الدور مستقبلا؟ من المعروف أن إنزو هذا أنه مدرب صارم جدا تكتيكيا ودفاعيا، خاصة في المباريات الكبيرة والقمم الحساسة، وهنا بالذات يقدر أيت نور يقدم له الحلول مثالية بحكم أن أصوله وتكوينه الأساسي كمدافع. لكن التساؤل الحقيقي يبقى مطروحا في مباريات الدوري العادية، أين يكون الفريق هو الطرف المسيطر والمبادر بالهجوم طوال 90 دقيقة. هل سيجازف بالاعتماد عليه في هذا المركز؟ الأمر سيكون معقدا صعبا للغاية في ظل المنافسة الشرسة والوجود القوي للاعب بحجم دوكو. شاركونا بآرائكم في التعليقات. واش رايكم في ايت نوري كي راح عليه غوارديولا؟ وما تنسوش الاشتراك في القناة، والسلام عليكم.